السلام عليكم ورحمة الله أصحابي وأحبابي، معكم محمد تايسون من قناتي وقناتكم قناة تايسون دايزر. والفيديو النهاردة مميز لأن هتكلم عن ظاهرة حصلت في مصر رجت جميع أركان المحافظات المصرية وخاصة المنصورة، ألا وهو هاكر مصر أو الهاكر اللي قدر إن هو يخترق هواتف البنات من خلال تطبيق التليجرام، ومن خلال التليجرام قدر إن هو يرفع الصور من خلالها، وقدر إن هو يبتز البنات بالأموال وبمطالب تانية هنعرفها مع بعض في الفيديو. وهنعرف ازاي بيتم الاختراق وازاي قدر الهاكر يوقع البنات ديت او الضحايا في الفخ، وهنعرف ازاي موبايلاتنا اذا كان فيها رسائل كودات تشفيرية للتجسس ولا لا، وهنعرف موبايلاتنا اذا كان فيها رسائل يقدر من خلالها المخترق ان هو يفتح المايكات بتاعتنا او الكاميرات بتاعتنا بدون منشر ولا لا. كل ده هنعرفه اكتر، بس قبل ما نبدا الفيديو عايز كل اعضاء مملكه تايسون دايزر حالا تنزل تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل ما هو جديد، وعايز لايكات كتيره جدا 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 بعد الفيديو علشان تشجعونا على اننا ننزل فيديوهات تانية. ويلا بينا نبدا الفيديو، تابعونا. اهلا بكم. النهارده موضوعنا عن هاكر البنات بتاع المنصورة، الكلب اللي الضمير جوه مات، وان شاء الله مباحث الانترنت او موجودات مباحث الانترنت هتقدر ان هي تظبطه وهياخد جزاته. وجايب لكم الارقام اللي من خلالها لو اتصلت بيكم تتاكدوا ان موبايلاتكم معرضه للاختراق، سواء انا او انتي او عصام او ايمان او اي حد. وجايب لكم الدليل علشان تطمنوا وتبطلوا تقلقوا انتي وهو. وبعد ما هتسمعوا التسجيلات كلها او الادله كلها هعرفكم ازاي هو بيعمل ده كله بالتفصيل. يلا انت وهو كل واحد معاه مج القهوه في ايده، وتعالوا نسمع مع بعض تسجيل واحده واحده ونحلله بالتفصيل. نسمع اول تسجيل. الصف الثالث الاعدادي. احب اقول لك ان صورك وصور الحاجه الوالده دلوقتي بتتهكر على اللاب، بمعنى صح بتتفستر، يعني بتتفستر. يا ده محدش بيتفستر ولا بلاش، والله انا لولا اللي انا عارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي كنت سمعتك ربع مشكل، بس انا عامل احترام للناس اللي بتتفرج عليا. تعالوا بينا نسمع المقطع التاني. يعني بيتعمل لها خلع ملابس، يعني بيتعمل لها خلع ملابس برضه، يعني بمعنى صح تبقى عريان. يا ده انت ترضى على امك، ترضى على امك او اختك. يلا يلا قول ما تخافش، يلا قول ما تخافش ترضاها. تعالوا نسمع التسجيل رقم 3. لو لم يكن هنحطها على اجسام بس، لكن نفس الخلقه ونفس الوش ونفس الطرحه ونفس كل حاجه، ولكن عريان. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. ده كبيرك يا معرض انك انت تركب وتبتز من ورا شاشه صغيره. وبعدين يا ابن الهبله، يعني الهبله هتجيب ايه؟ هتجيب دكتور؟ هتجيب هبله زيها. انت ازاي تركب جسم واحده عريانه على صوره واحده لابسه حجاب؟ ما تعقلش. تعالوا بينا نسمع المقطع التسجيلي رقم 4 عشان نحلله مع بعض. هيتكتب عليها اسمك، وهيتكتب عليها رقم تليفونك والعنوان وكل حاجه. طبعا رد فعلك ايه؟ اقول لك انا هبلغ، انا مش عارف اقول لمين. طبعا اللي بيعمل ما بيخاف، اللي بيعمل ما بيخافش. احيا بصوص واحيا زي ما بيقولوا. اللي انا اعرفه اسمها اللي بيعمل ما بيقولش، مش اللي بيعمل ما بيخافش. انا نفسي ارد عليك بس انا مش هرد عليك، انا هخلي العكش هو اللي يرد عليك. خش عليه يا عكش. هات تشتي يد وحطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على قول الارض. له. الحمد لله على ان انا حمار. تعالوا نشوف التسجيل الخامس ونحلله مع بعض. الرقم بتاعي ده رقم مهكر. يعني ايه مهكر؟ انا بعرفك بس على الدنيا ماشيه ازاي عشان ما تتعبيش نفسك وحد يضحك عليك بكلمتين يقول لك هيجيبوا لك ويعملوا لك. بالتالي بيجمع كل البيانات اللي حضرتك بتديها له، ويخش على الفيس او على الواتس على الانستجرام، وبيبتدي ان هو يعمل لينكات بكودات تشفيريه، ويبتدي ان هو يخترق البيانات بتاعتك سواء الاجهزه المحموله او الحاسب الالي. وبعد ما يخش يرفع الصور الشخصيه بيبتدي ان هو يتصل بالضحيه يبتزها سواء بالمال او لمطامع جسديه حقيره. انتوا متخيلين؟ وممكن كمان يفتح
الكاميرا بتاعتك والمايك بدون ما تشعري. يعني مثلا لو عندك ان الكاميرا بتاعتك بتقيد الوميض بتاعك، لا اللمبه بتاعتك مش هتقيد، وهيقدر ان هو يفتح الكاميرا ويتجسس عليكي بدون ما تشعري. فنخلي بالنا برضك من الحكايه ديت. اي عناوين او اي صفحه او اي صفحه غير منبثقه او اي صفحه غير معروفه المصدر ما نخشش عليها او نفتحها على طول. او ممكن احنا لو نفتحها بس ونكون مسطبين اي حاجه تابعه للانتي فيروس، بس تكون مفعله، ما تكونش نازله برضك من مواقع غير معروفه. تعالوا دلوقتي يا بنات اوريكم الارقام او الفويس بتاع تليجرام او الهاكر بتاع المنصوره، وتشوفوا الارقام ديت وتركزوا فيها كويس قوي. وهعرض لكم برضك بعض الرسائل النصيه، وهحاولوا ان انتوا تثبتوا الفيديو وتقروا برضك الرسائل. طب يلا بينا كده يا شباب ويا بنات نسمع التسجيل او الريكورد الاولاني مع بعض. الارقام ديت هاكر اجنبي زي لعبه الحوت الازرق، تمام؟ ديت واحده صاحبتي اللي بعتالي الارقام ديت والشات دوت. انتوا تمام كده يا شباب، نسمع ريكورد. روان خالد الصف الثالث. ده التسجيل بتاع روان. التسجيل ده الواضح من عليه ان هو بيورينا ازاي ان هو قدر ان هو يخترق الجهاز بتاع روان اللي هي الضحية، ويعمل هاك على تليفونها ويخش على الاستوديو. اهي الصور اهي، حاولوا ان انتوا توقفوا الفيديو وقروا، دي كلها اثباتات. ده بردك صور، بردك انا بحاول ان انا اظهرها لكم زي ما انتوا شايفين عشان توقفوا الصور، توقفوا الفيديو وتقروا على طول الكلام. دي الاثباتات. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ هنخش على الرقم، هنضغط عليه عادي خالص، ما تخافوش، كده كده لازم هو اللي يتصل بيكم. سجلوا الرقم باي اسم انتوا عايزينه، بس يكون مميز. عشان ايه؟ عايزين نوصل له تاني زي ما انتوا عايزين كده. ندور على الرقم بعد ما سجلناه، نخش على التفاصيل، وبعدين هنخش على الحظر جهة الاتصال وهندوس حظر على طول. تمام، عشان لو هو جه اتصل بيكم يبقى هو عمره ما يعرف يوصل لكم. الرقم التاني كذلك. ماشي، هنخش نعمل زي ما عملنا اول مرة بردك، هنسجله باي اسم، وبعد كده هنروح على جهة الاتصال هنبحث عنه، وبعد كده هنخش على التفاصيل وهننزل نعمل حظر جهة الاتصال برضو. ماشي، وبعد كده نخرج بره خالص زي ما احنا شايفين كده مع بعض، نخش على الواتساب، نرجع نخش على الواتس. ماشي، ندور مع بعض كده. بعد كده هنكتب الاسم اللي احنا سجلنا بيه. انا كده كده حظره، بس انا بوريكم برضو. ماشي، هنخش، هو كده كده محظور. هنخش برضه وكل بياناتك بتسهلها على الهاكر ان هو يقدر يخترق جهازك. وبس ادمستر هدوس عليها كده زي ما احنا شايفين، موجود مدير الجهاز والاكس لانشر. تمام، دي الحاجات اللي جايه معايا مع الجهاز. لو لقيت اي برامج تانية انا معرفهاش مثبته في المنطقه دي، اعرف على طول ان دي برامج اختراق ولازم اتخلص منها فورا. تمام، الطريقه التانية
هطلع كده بره، وبعدين هنزل تحت عند إمكانيات الوصول أو الإكس سيكوريتي على حسب اللغة بتاعة الموبايل، هتدوس عليها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده مكتوب فوق الخدمات أو السيرفيس. ممكن الحتة دي تكون فاضية خالص من البرامج أو مثبت عليها برامج انت عارفها، يعني مثلا البرامج تيجي تستخدمها تشغلي خاصية الحجم وتقدري تستخدمي الكاميرا عادي بعد كده. وفي نهاية الفيديو لو عجبك ما تنساش تنزل تضغط لايك وتحط الكومنت بتاعك عشان تشجعنا في تقديم فيديوهات جديدة، وبأكد عليك تنزل تضغط لايك. وبالنسبة لأعضاء مملكة تايسون دايزر الجدد ما تنساش تنزل تضغط سبسكرايب وتفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل ما هو جديد. سعدت باللقاء معاكم وأتمنى أنال إعجابكم، وأشوفكم الفيديو القادم. سلام على أحلى مملكة تايسون. ده إيه ده شكل الهاكر جه عندي يا جماعة. لا 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 لا.